أنا كتير فرحت من حركة إخواتنا في المغرب، ونعمل أخوة ونعمل عروبة. بس يعني أنا كتير فرحانة، وهي الأخوة بجد. علمكم في شمال قطاع غزة برفرف. طبعا أنا حابب أوجه رسالة للشعب المغربي، ولك حي ربكم، حي ربكم من قلب شمال قطاع غزة. هذا الفيديو طالع من شمال غزة. هذا عارفين لمين؟ هذا لأهل المغرب. كل الحب من شمال غزة. من شمال غزة كل الحب. هذا المغرب يا حبيبي، المغاربة رجال أولاد رجال المغاربة. شفت الصوت في هولندا؟ قسما بالله العظيم المغاربة خففوا عن قلوبنا، وحياة اللي خلقنا خففوا عن قلوبنا. فالمشاهد اللي شفناها وهو يدعس أو دعس فيهم. وأحلى تحية للشعب المغربي من قلب غزة العزة. يعني وقف يعني أهل المغرب، يعني فيش ملاجئ يا حاج. يعني ايش؟ يعني فيش ملاجئ، يعني اهل المغرب دعسوا عليهم ايه؟ للصراصير، يعني امستردام. يعني تحياتي من قلب الشجاعيه لاهلنا بالمغرب الشرفاء. بسم الله. في اتصال جاني من نتنياهو شخصيا. الو، انت ايش قصتك؟ مش تخلص الحرب؟ الشباب فاير دمهم بدون الحرب تخلص. معك 3 ايام تخلص الحرب. اختم لي انه الحرب تخلص. سيتم وقف اطلاق نار. تعالوا وقفوا الحرب. سيتم وقفه. من شمال قطاع غزة، شكرا لكل مغربي حر شريف في اللي سوتوه في امستردام. والله رفعتوا رؤوسنا، والله خففتوا علينا في اللي سوتوه. أقسم بالله لفيت شمال قطاع غزة عشان ألاقي العلم تاعكم، ولقيته والحمد لله، وهلقيت حيرفرف من قلب شمال قطاع غزة. شادوا مقطع. بنودي احلى تحيه لهولندا المغربيه، علمهم معنى الحريه، وعاش المغرب عاش 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 المغرب عاش 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 المغرب عاش 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 المغرب عاش عاش. ولك ابن المغرب دعسهم، ولك ما فشرت حبة عينه اللي بده يسيء لفلسطين. وابن المغرب موجود يسعد دين البطن اللي جابكم من شمال غزة. كل الحب لأهلنا وربعنا في المغرب. يسعد دينكم يا أهل المغرب. هنا غزة مصنع الرجال. أهلي في قطاع غزة عجبهم الإشي. يعني أنا بهمنيش مين يعرفوا، أنا بهمنيش كل العالم، هذا كل العالم. أنا بوصل رسالتي لأهلنا في المغرب. مازال أهل غزة شجعوكوا على الإشي هذا، هم أعجبهم الإشي هذا. أنا بقول لك قسما بالله العظيم إنه الموقف تاريخي. أما باقي العالم هذا عادي، يعني يفرح ما يفرحش، ينبسط ما ينبسطش، أنا مش فارقة معي وأي واحد. أنا أهل المغرب عملوا الإشي هذا من أجل غزة صراحة، من أجل فلسطين ومن أجل دين الإسلام ومن أجل حرقة الدم اللي عندهم. يعني أنا بقول للمغربي إنه كون سعيد. الغزاوي شهد لك على مراجلك، واشهد بالله ما زال الراجل لا يعرف قيمه الرجال الا الرجال. المواقف اللي عملتوها في امستردام يا سلام، خليتوا العالم كلها تحكي فيكم. دمهم حامي رجال يا اخي، والله رجال، اقسم بالله العظيم انهم رجال، والله اسود الاطلس رجال. انا بطلع اطفال غزه انبسطوا كثير، نساء غزه، ولكن اليوم في غزه مبسوطين كثير الناس. فنيالكم يا اهل المغرب، اقسم بالله العظيم نيالكم. أبسطوا قلوب والله العظيم لا يعلم فيها إلا الله. والله العظيم هذول اللي في غزة إيش ما بدك تعمل لهم مش هتخليهم ينبسطوا. والموقف هذا غير نفسيتهم تماما. لسه خلى في أمل إنه في ناس بتحبنا، في أمل إنه في رجال، في أمل إنه في الشعوب العربية هتتحرك، في أمل إنه إحنا بنغرع بعض، في أمل إنه إحنا لسه إخوة وهنناصر بعض بإذن الله تعالى. نيابة عن أهلي في قطاع غزة بقول لها إن في المغرب الله يجبر بخاطركم دنيا وآخرة، وزي ما زرعتوا هالفرحة والابتسامة اللي احنا كنا محتاجينها وفي الوقت المناسب اجتنا، الله يا رب يعوضكم عوض خير ويديم ايامكم كلها سعاده، ويجعلنا هيك احنا وانتم نتلاقى في مسجدنا اللي بوحد ديننا الاسلام باذن الله تعالى. لا اله الا الله محمد رسول الله. حب عظيم لاهلنا في المغرب من ابناء غزه لعيون اهلنا في المغرب. شكرا كثير، شكرا يا اصحاب المواقف الصعبه. في ساحات الحرب لا يذكر الا الرجال يا اهل المغرب. تحياتي.